الدنيا انقلبت تقريبا من امس. تسريبات طلعت فجأة الى الان، تقريبا عدد التسريبات بالضبط تقريبا 6 تسريبات. تسريبات جي تي اي 6 انفجرت قبل العرض الرسمي كم يوم، والاغرب الهاكرز عم يهددوا بتسريبات اكثر. الجمعة اللي فاتت الانترنت الكل حبس نفسه على حاجة واحدة: تسريب جي تي اي 6. لقطات، خريطة المدينة كاملة، فيديوهات في كل بلاصة، الملايين تفرجوا والكل يقول نفس الجملة: أخيرا اللعبة اللي مستنينها من 13 عام شفناها. أغلبهم ما يعرفوش حاجة واحدة، إنه اللي شافوه معظمه مزيف. مقطع واحد برك مصنوع بالذكاء الاصطناعي عمل 8 مليون مشاهدة قبل ما يتكشف إنه فبركة من الأول للآخر. باهي، فما حقيقي وفما فيك عادي. المشكلة إنه الحقيقي في القصة هذه أخطر من الفيك برشا، خاطر التسريب الحقيقي اللي أكدوا أوثق صحفي في عالم الألعاب ما كانش تسريب أصلا، كان إعلان لعملية نصب واحتيال. والضحية ما هوش روكستار، الضحية يمكن تكون حتى أنت. أنا وسيم، والقصة هذه كل ما حفرت فيها أكثر كل ما طلعت أوساخ أكبر وأكبر، باش نوريك كيفاش استعملوا أكبر لعبة في التاريخ باش يخدعوا بها الناس، وكيفاش نفس السيناريو صار قبل 4 سنين بشكل أغرب. نبدأ بحاجة لازم تفهمها: حجم اللعبة هذه. أشهر سلسلة ألعاب في العالم هي جي تي اي. الجزء الخامس اللي خرج سنة 2013 باع 215 مليون نسخة. حط الرقم هذا في راسك شوية، هذا يخليه واحد من أكثر المنتجات مبيعاً في التاريخ البشرية. مش الألعاب، أي منتج وأي حاجة تباعت، والربح $1,000,000,000 في 3 أيام. فالجزء السادس ولا أكثر شيء منتظر في تاريخ الترفيه، والأرقام تخوف. الإعلان الرسمي اللي جاب 475 مشاهدة في 24 ساعة، أكبر إطلاق فيديو في تاريخ الإنترنت بكلها. المحللين يتوقعوا 45 مليون نسخة تتباع في اليوم الأول برك، والميزانية حسب التقديرات، ونقولها تقديرات ما هوش رقم رسمي، بين $1,000,000,000 $1,500,000,000. أغلى منتج ترفيهي اتصنع في التاريخ على الأرجح. خذ المعادلة هذه، خاطرها تفسر كل شيء يجي بعدها. أعلى سرية في الصناعة ضربها أعلى انتظار في التاريخ. كل ثانية من اللعبة قبل ما تخرج تسوى ملايين المشاهدات، وأي حاجة تسوى ملايين المشاهدات تولي هدف. نهار 18 أوت طلعت فيديوهات وخريطة حقيقية من جي تي اي 6. الجهة اللي وراها تسمي روحها سايبر ليك. كيفاش عرفنا أنها حقيقية مش فيك كيف الباقي؟ زوز حاجات: جيسون شراير أوثق صحفي في القطاع أكد من مصادره من داخل روكستار أنه اللقطات أصلية. والحاجة الثانية، تيكس 2 مالكة روكستار بدأت تمسح الفيديوهات من كل بلاصة بأوامر قانونية، وهذه المفارقة بيدها، وهي تمسح أثبت أنها حقيقية. لو كانت فيك علاش تتعب روحها وتمسحها؟ قبل ما تفرح، اللقطات هذه من نسخة قديمة 2022 ولا حتى 2023، مش اللعبة النهائية. المسرب بيده هو اللي قالها. فاللي حكم على اللعبة من الفيديوهات هذه حكم على حاجة عمرها 2 سنين. لهذا الحكاية عادية، تسريب كيف أي تسريب، لعبة كبيرة الدنيا تتكلم وينتهي الأمر. إلا حاجة واحدة، سؤال حتى واحد موقف عنده في وسط الضجة: علاش صار التسريب هذا؟ الجواب كان مكتوب قدام الناس الكل على الفيديوهات بيدها. كل مقطع مسرب عليه علامة صغيرة في الركن واتر مارك، وما كانتش اسم المسرب، كانت تشهر العملة رقمية، خاطر سايبر ليك في نفس الوقت اللي سرب اللعبة أطلق ميم كوين، عملة مشفرة على شبكة سولانا باسمه. وهذه التفصيلة اللي تكشف اللعبة الكل. العملة كانت تتباع وتتشرى من نهار 15 أوت، 3 أيام قبل ما يفرقع التسريب. فكر في المعنى، لو تسرب لعبة لسبب نبيل ما تحضرش عملة تجارية قبلها بأيام. الترتيب هذا يقول حاجة واحدة: التسريب ما كانش الهدف، كان الطعم اللي جر ملايين للعملة، ونجح نهار 18 أوت وحده، نهار التسريب. تباعت وتشرات العملة بقيمة 11,800,000 دولار. انت تقول في مخك يعني الناس أغبياء شراو عملة صنعها مجرم؟ الشيء ما هوش بالبساطة هذه. صور روحك شاب تحب اللعبة من صغرك، مستنيها 13 عام، شوف تسريب حقيقي ومعاه عملة باسم اللي كشف الحقيقة. العملة تطلع، الناس تشري والقيمة تزيد، الطمع يدخل بشوية، نشري توا ونبيع كي تطلع أكثر. وهوني بالضبط وين يتسكر الباب. العملية هذه عندها اسم، وأغلب الناس اللي في مجال الكريبتو كورنسي يعرفوها: بامب أند دامب، نفخ وتصريف. تصنع ضجة حول عملة بلا قيمة حقيقية، الناس تشري بحماس، السعر يطير، وفي القمة اللي صنعوها يبيعوا نصيبهم كله دفعة واحدة، السعر ينهار في ثواني، واللي دخلوا في الآخر يلقاو رصيدهم صفر. وأنا هو الوقود اللي أحسن من أكبر لعبة في التاريخ باش تشعل به الضجة. حتى الحملة اللي تدافع على حقوق اللاعبين أوقفوا قتل الألعاب قالتها صريحة: السبب الوحيد اللي يخلي يسرب GTA 6 هو الميم كوين متاعه،
ولازم نكون صادق معاك هوني، على خاطر هذه قاعدتي الأولى، ما نجزموش إنها سرقة مكتملة، ما نعطيوش سعر، ما نقولوش شكون ربح وقداش، هذه ما ثبتتش. اللي ثابت عملة موجودة قبل التسريب ووتر مارك عليها في اللقطات، وصحفيين برشا سموها فخ. حطينا الوقائع قدامك والحكم ليك انت. اما حاجة واحدة نجزموا فيها، واذا الفيديو ما خلالكش كان هي تكفي، عمرك ما تشري عملة صنعها مجهول يسرق لعبة ابدا. تو نرجعوا 4 سنين التالي، خاطر اللي شفناها الاسبوع صار قبل بشكل اغرب برشا. سبتمبر 2022 اكبر تسريب في تاريخ روكستار، اكثر من 90 فيديو من GTA 6 قبل سنين من صدورها طاحوا على الانترنت مرة واحدة. شركة صدمت والصناعة كلها معاها. شكون وراه؟ شاب بريطاني عمره 17 عام اسمه آريون كورتج، عضو في مجموعة قرصنة اخترقت قبلها أوبر وإنفيديا. أما اللي يخلي القصة أسطورة مش شكون هو وكيفاش. كورتاج وقت اخترق روكستار كان تحت المراقبة القضائية أصلا، محجوز في أوتيل والبوليس يحرس فيه وحاجزين له الكمبيوتر. فبشنو خدم؟ جهاز أمازون فريستيك، هذاك الشيء الصغير اللي تركبه في التلفزة باش تتفرج على نتفليكس، هو وتلفزة لوتيل وتليفون وكلافيه بمعدات $40 وتلفزة متاع فندق. اخترق شركة تصنع لعبة ب$2 وسرب أكبر سر في الصناعة. المحكمة لقاته غير قادر على المحاكمة، عنده توحد شديد، أما أثبت أنه عمل الأفعال. ديسمبر 2023 حكموا عليه بالحجز في مستشفى نفسي إلى أجل غير مسمى. وعلاش إلى أجل غير مسمى؟ خاطر قال للأطباء بصريح العبارة أنه ناوي يرجع للقرصنة أول ما يخرج من المستشفى. وهوني اللي قشعر، جويلية 2026 من شهر برك كورتاج خرج من المستشفى، تنقل لسجن عادي ويستنى إعادة محاكمة. وقتاش؟ نوفمبر 2026، نفس الشهر اللي باش تخرج فيه GTA 6. سايبر ليك مسرب متاع اليوم يدعي أنه مربوط بكورتاج، أما نقولها واضحة ما فما حتى دليل. التحليلات الجدية تقول جهتين مختلفتين، والادعاء غالبا جزء من الضحية بروحها. نذكروا الكلام وما نصدقوهش بلا برهان. GTA عمرها ما كانت عنا لعبة، عنا جزء من الطفولة. سان اندرياس وفاي سيتي لعبهم كل واحد فينا تقريبا. وفي تونس عنا برشا سيرفرات GTA RP ومجتمعات بالآلاف في الفيسبوك وفي التيك توك تستريمي وتلعب فيها. أما GTA 6 جيب لنا سؤال يوجع، اللعبة باش تخرج $80 والجهاز اللي تلعبها بيه البلاي ستيشن 5 يسوى عنا قد راتب شهر. وزيد الخليج باش ياخذوها رسميا يوم الصدور، سجلوها في المتاجر الرسمية في السعودية والإمارات وقطر. والمغرب العربي ما حناش حتى في القائمة، يعني حتى الفرحة فيها فجوة. نلموا خيط القصة هذه من برا تبان تسريب لعبة، أما هي أعمق ببرشا. اللي صار إنه واحد فهم حاجة خطيرة، فضولك يتابع، الشوق متاعك للعبة تحبها، انتظار 13 عام، اللهفة على أي لقطة، كل هذا ولا بضاعة حولوها لطعم، والطعم ما كانش لعبة، كان جيبك انت. في 2022 كان هدف التسريب الفوضى، في 2026 ولا فلوس. وهذا الفرق اللي لازمك تمشي به في الفيديو. الدنيا تبدلت اليوم، أي ضجة كبيرة لعبة خبر ولا حتى كارثة، فما واحد في بلاصة محضر عملة مستني يصرف عليك حماسك. فالمرة الجاية اللي تشوف فيها تسريب ولا فرصة ماشية يد بيد مع عملة رقمية، اسأل روحك السؤال اللي بدينا بيه، علاش؟ شكون يربح كي أنا نتحمس؟ انت من الناس اللي مستنيين GTA 6 على أحر من الجمر كيفي أنا واحد من الناس عملت لها بري اوردر وشريت لها PS5 خصيصا لها هي، ونستنى فيها ونستنى في يوم الصدور. وإذا حبيتوا فيديو كامل على عالم النصب بالكريبتو وكيفاش يخدم، اكتبوا لي كريبتو في التعليقات ونعملوه إن شاء الله. رد بالكم على أرواحكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك، ونشوفوكم إن شاء الله في فيديو جديد بعد يومين. شكرا.